مهما اقول لكم انا كنت مبسوطه اليوم ده قد ايه مش هوفي. هنا قلت بقى اخد لي صوره كده للذكرى. قبل ما اعجز بقى ومش عارفه ايه، خلاص الواحد خلاص بيعجز. فطبعا لابسه نضارتي اللي بتبقى واكله نص وشي. ف كانت القعده كانت تحفه 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 تحفه، والاكل كان رهيب رهيب بجد. كل شويه عمالين ناكل بقى ومش عارف ايه. وبصوا ما اقدرش اقول لكم على الطراوه. الدنيا كده كانت هوا كده، وفيها لسعة سقع كده كانت بصراحة. انا ما كنتش عايزة امشي. يعني انا حسيت ان اليوم جري بسرعة، اللي هو ايه ده، احنا خلاص ماشيين. ف فبجد بجد بجد القعدة كانت عايزاكم. حقيقي حقيقي حقيقي. الخروجة دي من اجمل الخروجات اللي انا بقيت بحبها. يعني اول لما حماتي تقول لي يلا يلا، اكيد 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 هنروح تاني، هنروح تاني وتالت ورابع باذن الله ان شاء الله. إيه كنت عاوزه اقول لكم ايه. اكل امبارح بقى اللي انا عملته، حاجه سهله. إيه يعني مكلفه ومش مكلفه، يعني حلو، يعني نوعا ما متوسط. فاعملوا الاكل اللي انا عملته ده بينجز بصراحه وتحفه. هنا بقى كان منظر البحر كان رهيب رهيب، وكان في قنديل البحر. اكيد مش عارفه الفيديو هيجي ولا لا. هنا بقى ايه، تقريبا هنا واحنا خلاص مروحين. ايوه كنا لمينا الحاجه وكده، وكنا خلاص هنروح. فقلت بقى ايه، اخد لي لقطه كده. كل ده للذكرى، احنا اهو القنديل اهو هناك اهو القنديل. فكنت اول مره اشوف قنديل من زمان يعني، لان انا ما بنزلش البحر. فاللي هو ايه ده، الله قنديل، يعني اخر مره شفت فيها قنديل كنت في السابعة من عمري تقريبا. فاللي هو ايه، خلاص بقى احنا مروحين. واليوم الحلو عدى وجري بسرعه بسرعه بسرعه. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. ربنا يا رب يحلي كده ايامنا، وتبقى كلها فسح وخروجات.